أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة الغرفة رقم 6، الجزء الثالث، صوت تحت السرير. النهاردة هقولكم عن حاجات بتحصل في الظلام، في اللحظات اللي بنكون فيها لوحدنا. إنك صحي في نص الليل والدنيا ساكتة وظلمة، وفجأة تسمع صوت بيناديك من تحت السرير. إيه هتعمل؟ يوسف كان عنده نفس السؤال ده، خصوصا بعد ما قابل الدكتور صبري، أقدم دكتور في المستشفى. الدكتور صبري قاله كلام غريب: لو سمعت صوت تحت سريرك متردش عليه مهما حصل. طب ليه؟ وإيه اللي ممكن يحصل لو رد؟ يوسف ضحك وقتها، بس الضحكة دي مكملتش. في نفس الليلة وهو نايم في أوضته سمع همسة، صوت رقيق بيقول: يوسف ساعدني، أنا رانيا. الغريب إن الصوت كان جاي من تحت السرير، من المكان اللي حذره منه الدكتور صبري. يوسف حاول يقاوم، بس الفضول كان أقوى. قرب ودنه من الأرض والصوت زاد وضوح: أنا محبوسة جوا المراية، وده مش انعكاسي، ده كيان. قلبه دق بسرعة، إيده اترعشت، بس برضه مد إيده تحت السرير، لمس حاجة طرية، وفجأة إيد تانية مسكت إيده بقوة. النور اتفتح فجأة، والغرفة بقت هادئة وفاضية. مفيش حاجة تحت السرير، في ورقة قديمة مكتوب عليها كلام غريب: باب الغرفة السادسة لا يفتح بل يتذكرك. السؤال اللي محير يوسف دلوقتي هو: مين رانيا دي؟ وإيه علاقتها بالمراية؟ وليه الدكتور صبري حذره من الصوت؟ الإجابة في الحلقة الجاية. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان متفوتكمش باقي الحلقات، وقولولي في الكومنتات لو كنتوا مكان يوسف كنتوا هتعملوا إيه؟ شكرا إنكم شاركتوني النهاردة، واشوفكم في الحلقة الجاية من الغرفة رقم 6.